انا قلت كده برضه. مريم، مريم. ايه مالك سرحانه في ايه؟ لا مفيش. تلاقي عم بتفكر في الواد احمد اللي منفض لها ده. يا جنى مفيش حد يقدر ينفضها. روحي شوفي الواد صاحبك اللي ماشي مع نص بنات الجامعه. قصدك ايه يعني؟ جانا بتهزر معاك يا مريم، ما تقصدش حاجه يعني. ايه يا جماعه، هو احنا كل ما هنخرج هنقلبها نكد ولا ايه؟ فريده ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا فريده. انا تمام. عاملين ايه؟ ايه جايه متاخره ليه؟ كنت مع كريم. استنوا هوريكم حاجه. بصوا. ايوه حلو ده. جبتيه منين؟ ده بقى عقد الملكه نورهان، بنت الملك فؤاد التاني. كريم جابهولي من مزاد كبير جدا، والعقد ده غالي جدا. بس طبعا مش عايزه اقول على سعر يعني عشان حسد وكده. لسه كريم هيجيب لي حاجات تانية كتير. مبروك يا فريده. الله يبارك فيك يا مريم، عقبالك. اهلا يا مرمر. يا هو قلت لك 100 مره ما بحبش اسم مرمر ده، ناديني باي حاجه تانية. ايه يا بنتي مالك قفوشه كده ليه؟ بدلعك، بنتي الوحيده بدلعها. ماشي يا بابا، بس ممكن يعني تشوف اي دلع تاني غير مرمر ده، لانه بجد لوكال قوي يعني. لوكال. يلا الاكل هيبرد يا مرمر. مريم، قولي لي يا مريم، عملت ايه في الكليه النهارده؟ تمام. ناوي تعملي ايه لما تتخرجي؟ مش عارفه والله يا بابا، بس بفكر اسافر لخالي وائل في دبي، اشتغل هناك واعيش هناك. خالو وائل؟ خالو وائل ده اللي ما اتصلش بينا ولا مره من ساعه ما ماما ماتت. يا بنتي، يا بنتي البلد دي احسن من غيرها. وانا مش شايفه يعني يا بابا ان ده سبب يخليك تكسر طموحي. ممكن اسافر اصلا بره البلد باي طريقه تانية، بس ازاي؟ ده مش كسر طموح، انا بديكي بدايل كويسه. مم. بقول لك ايه، مم. انا مدير الشركه عازمني بكره، ايه رايك ما تيجي تحضري اعرفك بيهم، يمكن يوظفوكي معانا بعد ما تتخرجي. لا والله مش هقدر، عندي مذاكره كتير ودي اخر سنه ليا في الجامعه، وانا ما عنديش استعداد ان انا اشتغل موظفه عندكم في الشركه. كل كل كل. ماليش نفس. الو، ازيك يا فريده؟ الحمد لله يا مريم، انتي ايه اخبارك؟ انا الحمد لله تمام. بقولك يا فريده، كنت عايزه اطلب منك طلب مهم قوي. اتفضلي حبيبتي. بصي، هو بابا بكره معزوم عند مديره في الشركه، عزومه يعني كبيره قوي عشان خاطر هو اترقى. وانت عارفه ان بابايا شغال في شركه كبيره جدا. وانا بصراحه يعني كنت بفكر اروح معاه عشان احتمال اشتغل في نفس الشركه دي. كويس جدا الكلام ده. ينفع بقى يعني استلف منك بس العقد بكره وهرجعهولك على طول والله؟ والله يا مريم الموضوع صعب، انتي عارفه ان ده عقد خطوبتي، بالنسبه لي حاجه مقدسه، ده غير الخطوبه الاسبوع الجاي، والعقد ده غالي جدا. طبعا كريم لو عارف هتبقى مشكله يعني. بصي، انا مش بجد مش هتاخر عليكي. العزومه بكره اخر النهار، والتاني يوم هتلاقيه عندك في الجامعه. وانا بجد يا فريده المشوار ده هيفرق معايا قوي، وعايزه اظهر بشكل كويس يعني. بس يا مريم يعني. يا فريده انت اقرب حد ليا، وخصوصا بعد وفاه ماما الله يرحمها. ماشي يا مريم، هجيبهولك بكره في الجامعه، بس جيبيه في نفس اليوم. شكرا يا احلى فريده في الدنيا، بحبك قوي والله. بودي بيلعب بيانو وعود من وهو عنده 6 سنين، ده غير السلة. الفريق بتاعه دايما بياخد كل البطولات اللي بيلعبوها، وعنده كمان الشهر الجاي سفر، عنده بطولة في كندا.
كندا. ما شاء الله، ربنا يخليك. دايما كده ناسين دوري، مع اني اكبر داعم ليه. انا اللي بساعده في الحاجات دي، انا اللي بصرف. هات يا بابا، خد يا ابني، عايز يا بابا، حاضر يا ابني. ولا ايه يا صلاح؟ ما تقولش كده يا كاظم، انت الكل في الكل. وبعدين احنا بنتعب ونشتغل عشان خاطر مين؟ ما هو كله عشانهم في الاخر. ربنا يخليه لكم. انا كمان عندي مريم بنتي الجميله، تعباني قوي في السنه الاخيره من الجامعه، بس مش مشكله، خلاص هانت، هتتخرج السنه دي، وبعد اذن حضرتك تشتغل معانا في الشركه. يا سلام، ده الشركه تنور يا مريم. ميرسي يا انكل، بجد انا كمان هبقى مبسوطه جدا. شفتوا بابي جاب لي ايه؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. شفت يا كاظم؟ الله الله. وانت جبت العقد ده منين يا صلاح؟ ها؟ ده انا عارف. ولا بتشتغل من ورايا؟ عقد زي ده صلاح ولا 100 سنه شغل في الشركه، وانا عارف مرتبك، انا اللي بقبضك. مامي الله يرحمها اديتهولي قبل ما تتوفى. جدي اشتراه لها، اشتراه من المزاد بتاع نورهان بنت فؤاد باشا التاني. العقد ده حاجه مقدسه عندي جدا، وبجد انا بحبه قوي. معاك عقد زي ده وجاي تطلب مني سلفة يا راجل؟ انت لو بعت العقد ده يا صلاح هيأمن مستقبلك ومستقبل أحفادك والجيران كمان. الموضوع اصله يا فندم، يا جدع انت عارف، اتفرج كده على باقي الفيلا ونتسلى شوية. مفيش فايده فيكي ابدا. ايه لازمه اللي عملتيه النهارده ده كله؟ وايه اللي انا عملته؟ ايه قصه العقد والملكه نورهان ومش عارف ايه الباشا مين؟ ليه يا بنتي ده كله؟ هو احنا ناقصين عشان نقول كل الكلام ده؟ وانت ما خدتش بالك ان كاظم بيه طول القعده عمال بيبص لك من فوق لتحت؟ وايه المشكله؟ هي دي المشكله. يا بنتي صاحب الشغل، رئيس العمل بتاعي، واللي بيقبضك. ما هو الطبيعي يا مريم، الطبيعي انه يقبضني، والطبيعي ان قبضي بديهولك، بتصرفيه اللي مش عاجبك، والحمد لله احنا مبسوطين. ومين قال لك ان احنا مبسوطين؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان انت تتكلم عن نفسك. انا مش مبسوطه ولا مرتاحه. مش مبسوطه وانا قاعده مع صحابي كل يوم ومش عارفه اخرج معاهم عشان بيصرفوا بالالافات. مش مبسوطه وانا كل يوم قاعده في الجامعه وشايفه اصحابي بيتمنظروا بالعربيات اللي بيغيروها كل يوم كانهم بيغيروا جزامهم. مش مبسوطه وانا قاعده في وسط اصحابي كل يوم اقول لهم لا اصل انا مش عارفه اخرج معاكم النهارده. مش مبسوطه عشان خايفه ان كل اصحابي يبصوا في عيني ويعرفوا ان لبسي مش احسن لبس ومش جاي من احسن البراندات. تحب اقول لك مش مبسوطه ليه تاني ولا خلاص كده فهمت؟ انا فهمت يا مريم، انا فهمت ان مريم صوتها بيعلى عليا، فهمت ان انا اللي عملت فيكي كده. ايوه انا اللي عملت فيكي كده، انا اللي دخلتك احسن جامعه، انا اللي بدفع لك مصاريفها وقسطها اللي ما بتخلص، انا اللي بدل الشيفت بشتغل 2 و3. انا مصدوم. العقد العقد عقد ايه؟ العقد يا بابا. ماله العقد؟ مش لاقياه، مش عليا. يعني ايه مش لاقياه؟ معرفش، اكيد وقع في حته، اكيد وقع في حته. ولو ما رجعتوش هيحصل ايه؟ هتسجن. نعم. يعني ايه هيحصل ايه؟ هتسجن. هجيب فلوس منين يا بابا؟ اجيب عقد زي ده؟ تتسجني؟ يا بنتي حرام عليكي، يا بنتي خليتي راسي في الارض. حاضر هرجع تاني لكاظم بيه، هرجع واحط راسي في الارض وادور، يمكن الاقي العقد. يا بابا لازم تلاقي العقد. وسعي. يا نهار اسود، الخبر ده ازاي؟ مساء الخير يا ابني. مساء الخير. اقدر اقابل كاظم بيه؟ حضرتك عارف الساعة كام دلوقتي؟ انا اسف يا ابني وعارف الوقت متاخر، بس انا لازم اقابله ضروري. حضرتك اللي كنت في حفل العشاء من كام ساعة صح؟ ايوه. مع الأسف أنا ما أقدرش أصحيه، الوقت متأخر والبي نايم، ممكن حضرتك تفوت علينا بكرة. ما ينفعش بكره ايه يا كاظم بيه؟ يا فندم هتعمل لي قاسم مشكلة بيه. أرجوك. في ايه يا خليل؟ كاظم بيه. ده يا فندم صلاح. في ايه يا صلاح؟ انا اسف يا كاظم بيه، حقيقي اسف، بس انا في مصيبه. ايه مشكلتك؟ العقد
عقد؟ عقد ايه؟ العقد بتاع مريم بنتي اختفى. انت اتجننت؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ يا كاظم انا ما اقصدش حاجه، انا اللي اقصده ندور عليه، يمكن وقع منها هنا ولا هنا. بنتك خارجه من هنا وهي لابسه العقد، انا فاكر ده كويس. يلا يلا روح دور في حته تانية. كاظم بيه ارجوك، العقد ده مش بتاعنا. كمان كدابين. خليل، تمام. خليه يدور براحته تمام. وبعدين مشيه من هنا. صلاح، تجي لي الشركه بكره تصفي كل حساباتك، انا خلاص مستغني عن خدماتك. ايه يا بابا؟ لقيته؟ بعدين يا بابا؟ انا دورت عليه وصحيت كاظم بيه، قلبت الدنيا وما لقيتهوش، لدرجه خدت من الفيلا لحد هنا ماشي ادور يمكن وقع مني كده، ما لقيتوش. وبعدين يا بابا انا فريده عماله تكلمني مش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. مريم، العقد ده بكام؟ الحقيقة عقد حلو قوي، بس لا يمكن يكون لفؤاد باشا ولا للعيلة المالكة، لأن العقد في الأيام دي كان بيبقى صناعة أقدم من كده، بس عقد حلو قوي. على فكرة أنا ممكن أعمل لك واحد زيه طبق الأصل. طب وده هيتكلف كام؟ هو من ناحية هيتكلف، هو هيتكلف. استاذ عادل، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان مريم بنتي تخش السجن. مريم مش بنتك لوحدك، دي بنت أنا كمان، ولا يمكن أسمح إنها تتسجن أبدا. أنا هقول لك التكلفة قد إيه، هحسبها لك حالا. اتفضل. يا نهار اسود، نقصت. انت لو مش غالي عندي ومريم غالية عندي ما كنتش هسمع بالتقسيط. اتفضلي. ازيك يا فريده؟ فين العقد؟ العقد اهو. انا اسفه ان انا اتاخرت عليكي في العقد، بس انا بجد كنت تعبانه جدا وبقالي يومين ما بتحركش خالص. انا مش عايزه اسمع كلام ما يخصنيش. بصي يا مريم، يا ريت بعد كده لما تقولي كلمه تبقي قدها، او ما تستلفيش حاجه من حد اصلا، وبلاش بقى جو الشحاته ده. اخدت العقد؟ خدته. شاكك في حاجه؟ لا. في نص الشهر يا استاذ صلاح.
مظبوطة. كل شهر وانت طيب. انت طيب. مريم، انت لازم تشتغلي. انا بشتغل 3 شغلانات مش مكفي. الاقساط تقيل علينا قوي يا مريم. رنال أم صلاح. ازيك يا توني يا ابني؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ ازاي؟ امال فين استاذ عادل؟ الله يرحمه يا أم صلاح. الدوام لله يا ابني، الدوام لله. كل شهر وانت طيب. كل شهر وأنت طيب يا أم صلاح. بابا بابا فوق يا بابا. بابا بتعملي ايه؟ ما بعملش. ايه اللي واقع في ايدك ده؟ مفيش حاجه. بتعملي ايه؟ بقول لك مفيش. هاتي وريني. زين يا حبيبي انت كويس؟ طب يلا بينا. فريده انت تعرفيني؟
انا مريم يا فريده اللي كنت معاكي في الجامعه. مريم؟ ايه اللي عمل فيكي كده يا مريم؟ فاكره العقد اللي انا استلفته منك؟ فاكراه، ما انت رجعتيه خلاص. لا، العقد اللي انا رجعته لك ده ما كانش بتاعي، ده كان عقد تاني خالص. عقد بابايا راح اتفق مع جواهر جسحه عشان يعمل لك واحد زيه، عشان العقد بتاعك كان ضاع مني. مضى على نفسه شيكات كتير قوي لحد ما ماتوا ما عرفش يسدها. بعنا كل حاجة يا فريدة، بعنا كل حاجة. حرام، الله يرحمه. كل الافلام اللي انتوا عملتوها دي كلها عشان عقد فالصو ما يسواش 1000 جنيه. انا كنت بعمل نمرة قدام الشلة بس. يلا باي باي يا مريم. رحلة الحياة هي رحلة اكتشاف الذات والكون من حوالينا، ولما نوصل لمرحلة الرضا نكتشف إن السعادة الحقيقية هي تقدير النعم اللي ربنا رزقنا بيها، ودايما نقول الحمد لله على كل حال.